المجتمع العام. هي حقيقة تعرف أنت أنه أحيانا عندما يذهب الشاعر إلى إذا لم قصيدة، تستحي فاصنع ما شئت. صح، لكن أقصد أنا عندما يذهب ويحاول أنه يمارس إسقاطات الشعر، هو الهدف من القصيدة كلها ربما يفسر بيت واحد وإيصال. أنت بتتكلم عن المال وصاحب المال أنه دائما، وهذا حاصل، وهذه حقيقة يعني ما ينكرها. الآن تجي طال عمرك وفي ناس فجأة كذا نام وأصبح مالتي ملياردير. كيف؟ على قول أخواننا المصالح، حاجة بساعة ربنا. بجد والله. وليش تحسن؟ عجبتك يعني. تجي طال عمرك يدخل المجلس وكل واحد يقول لا تعال محلي، لا والله محلي، عايل طلاق، عايل حرام. وانت ما قد ويجي واحد طال عمرك وانت ما قد سويتها مع واحد عنده فلوس قد دوت على المحلي؟ اكمل لك. لا تدري ليش؟ لاني مجلس انا صدر المجلس، اخلي صدر المجلس لغيري. اعرف ان انا بيجي واحد راعي فلوس ويجلس هناك، فلذلك من بدري. ها؟ انت كذا ولا كذا حتقول. حوارك جميل، لكن حيفتح عليك ابواب والله يعني. لا كذا الابواب مفتوحه خلقك. بالله. ومستعد للصيف القادم؟ والله او الصيف الحالي عفوا. احنا خلاص احنا على الصيف. خلاص قول ان شاء الله. انا بسألك الان، في شعراء عرضة، وطالما انت صريح فربما القى الاجابة عندك، كل من سألتهم ما اعطوني اجابة منطقية. في شعراء عرضة الان هجروا ساحة العرضة واتجهوا للمحاورة اللي هي ايش؟ القلطة. بصراحة ايش رايك في من يترك العرضة ويذهب الى المحاورة؟ والله شوف، انا اقول ان الشاعر يجب ان يطرق جميع مجالات الشعر، العرضة والنظم والمحاورة وكذا، لكن يعني انا شخصيا ما احب المحاورة. ما تحب المحاورة؟ مرة، رغم انه فيها شعراء كبار وفيها اسماء ورموز وعندهم موروث، لكن لولا الاذواق لبارة السلام. انت ما ولا فكرت يوم من الايام انك تتجه لا للقلطة؟ ايوه. لا، انا العرضة والنظم. طيب وش رايك في الشعراء اللي راحوا للقلطة؟ والله شوف، فيهم من راح واثبت وجوده. زي مين؟ ابراهيم الشيخي. اثبت وجود ابراهيم الشيخي، صح. اثبت وجوده مما لا يدع مجال للشك. طيب وغيره؟ حقيقة ما تحضرني اسماء، لكنه ما كل من هو الوحيد في نظرك اللي نجح هو ابراهيم الشيخي. نعم. اللي استطاع انه نجح. عبد الواحد راح القلطة ونجح. بس عبد الواحد يقول تجربة ولم يكن. حوقان راح القلطة ونجح. ايوه. لكن يمكن عدم رغبة عبد الواحد. ايه. هو عبد الواحد يقول الفرق بين القلطة والداني، شاعر العرضة بإمكانه انه شاعر العرضة يغني قلطة. اي بس شاعر القلطة صعب يغني عرضة. صعب. وإن غنى عرضة فما يجيده. ما يجيده. لا حتى وإن غنى. أنت تقول إنه إبراهيم نجح نجاح باهر. وفي القلطة؟ ايوه. نجح. وكيف ترى إبراهيم في شعر العرضة؟ ممتاز. ما حطيته من الخمسة. يمكن عشان أنا أمون على إبراهيم شوية. تمون عليه أيوة ما يلحقني لون منه. هل التقيت انت في شارع العرضة؟ كثير. ومحاورات كثير. انا يعني قبل انزل العرضة كنا نقصد انا ابراهيم كذا في مجالس وكذا. انت وياه يعني؟ اي قبل انزل ساحات العرضة. هو يقول لي نزل ساحة العرضة وعمره يمكن 13 سنة او 15 سنة بعدها. ممكن. هو انا اذكر انا تعرفت على ابراهيم وهو في الثانوية، ثاني ثانوي او اولى ثانوي كذا. ايوه. كنتوا تنزلون العرضة مع بعض انت وياه؟ ونزلنا عرضات سوا انا وياه وتقابلنا قريب وزمان وقصدنا كثير. تحفظ شيء لك انت ابراهيم؟ احفظ انا بدعته ورد علي ابراهيم. انا اقول لا 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 يا سلام الله يا قصرا بنوك اهلك وبي وبوك، انت قصرا ما جمعت الا غنادير وبي تلقاها، فلك التبجيل منا كل ما نطري بجيلنا، وانت يا قصر الكرم بمدحك وازيد الخبر وضيفه، بمدحك بين النشامة ما على وجهي ولا ليامة، جد ما هو مزح لأن المزح ما تعادة الجدانة، والله اني كلما خيلت برقا زود على الماضي،
قمت أحن البقعة الماء والبلد تظهر بغيرها. يعلم الله كنه لا لاع في صدري ولا عيديه، ولكنه ذيب نجرد يوم يلحق بعضنا بعض، ولكنه ذيب نجرد يوم يلحق بعضنا بعض. هذا البدع هذا مني أنا. منك أنت ورد من إبراهيم. رد إبراهيم قال: يا علي جدي وجدك قاسى والهجرة وبي وبوك، شفت فيهم ميزة دورتها فينا وبي تلقاها، أنت وأنا والكثير من الذي عاشوا بجيلنا. الكرم بالنفس قبل الزاد والترحيب قبل الضيفة، والوفاء بالوعد والفزع لمن دارت بها الأيام. السبب في ذا المصايب بعدنا عن عادة الجدان، حدنا المستقبل المجهول عن ذكر الزمان الماضي، والتقاليد الذي عاشوا بها عشنا بغيرها. حتى يوم العيد لا منا سلام الله ولا عيديه، خيرنا للناس وما شرنا في بعضنا بعض، خيرنا للناس وما شرنا في بعضنا بعض.